السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم ان شاء الله بخير وبركه ويسعد ايامكم. دائما نبدا بالسلام، دائما نبدا بالدعاء للناس، يعني الله يسعدكم يا رب ويحفظكم. اليوم في عنا قوانص وعنا قلوبات دجاج. تعالوا نبلش فيها مع بعضنا. اكله كتير ظريفه واتبعوا الخطوات مشان ما تطلع معكم مانا مستويه. عندي قلوبات الدجاج انا غاسلون منظفون مثل ما انتم شايفين. فتحت القلوب لانه بقلبه في دم، لازم تنظفوه، تفتحوا القلب وتنظفوه منيح وتغسلوه مثل ما انتم شايفين. والقوانص اكيد غسلتهم كمان مثل ما انتم كمان هيك شايفينهم، نظفتهم منيح. شوفوا بيض شقر. وعندي بهارات، عندي بصلة، وعندي ورق الغار، وعندي اللومي، وعندي القرفة، وعندي الهيل، وعندي شوية فلفل اسود. هلا بدي اول شيء اسلقهم، بدكم تسلقون لحتى يستووا. نص استواء ما بينفع لانه بيطلع قاسي. حطيت عليهم مي باردة وشغلت النار عليهم، والقلوبات حطيت عليهم مي باردة وشغلت عليهم، ما بدهم مي سخنة، مي باردة. هلا لازم انا استنى عليهم لحتى يغلوا ويقشر عنهم الزفرة او الرغوة، ونزل عليهم المطيبات اللي هن بصلة، نص بصلة، ورق الغار، والهيل واللومي والقرفة. ما بحط لهم ملح وبتركهم، لانه يحط لهم ملح بيقسوا. هلا بنيجي للقوانص كمان نفس الشيء. القوانص طبعا انا هون حطيت شويه فلفل اسود على القلوبات. القوانص بعد ما قشيت الزفرة عنهم برجع بحط لهم نفس المطيبات، وبعد ما يستووا بطالعهم بغسلهم بمي دافيه وبفرمون نفس الفرمه هي، فرم ناعم، وبحط سمنه بالطنجره وبقليهم شوي شي 10 دقايق، وبرجع بضيف عليهم القلوبات. القلوبات ما بدهم فرم لانه هن اصلا صغار، وبتركهم بغطيهم وبتركهم شي 20 دقيقة على نار هادية لحتى يستووا منيح. هلا هون بنزل عليهم البصل. انا ما رضيت انزل من البداية البصل مشان البصلة ما تنلدع وتحترق. هلا بحط عليهم فلفل احمر خشن، فلفل اسود معلق صغار، فلفل احمر ناعم، بذر كزبرة معالق صغار، وبقلبهم هيك منيح مثل ما انتم شايفين. بغطيهم وبتركهم كمان شي ربع ساعة. هلا بعد ما تركتهم شوي بضيف عليهم الملح اخر شي مثل ما قلت لكم. بقلبهم، وهلا بضيف عليهم الثوم. هذا الثوم اختياري، بس يفضل ديروا عليهم ثوم، حطوا عليهم ثوم. حطيت عليهم 4 فصوص صغار. وهيك اكلتنا صارت جاهزة. بتمنى الفيديو لو عجبكم لا تنسوني الضغط على زر الجرس والاعجاب والمشاركة بالقناة. وهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.